واحنا قاعدين على القهوه لقيت عم عادل بيسالني بيقول لي هل البنك المركزي هينزل الفايده تاني في اجتماعه الجاي ولا هيثبتها؟ بالذات ان هو لو نزل الفايده بيترتب عليه ان هو حسابات التوفير هتنزل، الشهادات هتنزل، الودايع، كل دوت. مع ايمن قال له لا 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 تنزل ايه؟ دي لسه يا عم نازله اصلا الاجتماع من 6 اسابيع، يعني لسه الاجتماع اللي فاتت لسه الفايده نازله و2.4%، رقم كبير جدا. هل لسه هينزلوها تاني؟ لا، ممكن يستنوا شويه او يهدوا شويه. طب ايه اللي هيحصل؟ ده اللي احنا هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بيكم في قناه قهوه الاقتصاد، وانا معاكم محمد عسال بقدم البرنامج. طيب لو انت يعني اول مره تشرفنا في القناه او انت بتتفرج علينا ومش عامل اشتراك في القناه، اعمل لنا اشتراك في القناه، وانت ايه في علامه جرس كده بتدوس عليها ديت، يعني اي فيديو بنعمله جديد بيجي لك الفيديو دوت يعني باشعار او نوتيفيكيشن، عشان خاطر كل فيديو بنعمله ان شاء الله هيفيدك في حياتك الماليه. طيب يلا بينا نخش في موضوع. يوم 22/5 البنك المركزي عنده اجتماع وهو اللي بيحدد فيه سعر الفايده، ويجي السؤال هنا: هل البنك المركزي المصري هيثبت سعر الفايده ولا هيقللها؟ بالذات ان الاجتماع اللي فات نزل الفايده 2.4% مره واحده، وطبعا ده لاول مره من 2019. عم جمال القهوجي هو بينزل لي الشاي لقيته بيقول لي ايه؟ بيقول لي طب هو اصلا البنك المركزي المصري بيقرر ان هو هينزل سعر الفايده او هيثبتها على اساس ايه؟ بص يا عم جمال، دلوقتي البنك المركزي المصري لما بيقرر يعني هيعمل ايه في سعر الفايده بيبقى فيه كذا عامل، بس اهم عامل وهو معدل التضخم. ده اللي بيبص عليه، بيشوف التضخم دلوقتي عالي ولا تضخم يعني في المتناول او كويس ان هو يقدر يعمل ايه، ان هو يقدر يقلل الفايده على اساسه. ومن هنا نيجي نقدر نشوف ايه مع بعض معدل تضخم بقى كام. طب احنا هنلاقي ان معدل تضخم لشهر 4 13.9%، بعد ما كان 12.8 في فبراير و13.6 في مارس. طبعا عم عادل قام قايل لي ايه؟ طب ما هو كده معنى كده ايه؟ ان التضخم على كلامك بيزيد خلال الفتره اللي فاتت. هقول لك خلي بالك يا عم عادل، هو لسه في نطاق كويس اللي هو ايه، يعني نطاق امن اللي هو 13 ل 14%، لان ده نزل من امتى؟ نزل من ال 38%، نزل من رقم كبير جدا. ليه؟ لان التوقعات كانت بتقول ان التضخم كان هيعلى الشهر اللي هو 4 اعلى من كده بكتير جدا. هتقول لي طب ليه برضو ان التضخم يعلى اكتر من كده؟ انت ناسي ان في شهر 4 حصل زياده في سعر البنزين والسولار لما بيزيد كل حاجه بتزيد. وهنلاقي ان اللي حصل ان التضخم ما زادش بالنسبه الكبيره دي، بالذات ان هنلاقي ايه زي ما بيقولوا كده الاقتصاديين، يقول لك ان الاقتصاد المصري او اللي حصل دوت معناه ان في قدره على السيطره على الضغوط التضخميه. نيجي بقى لسعر الصرف، هنلاقي ان سعر الصرف قاعد بينزل، وهنلاقي ان سعر الصرف مثلا نزل 180 قرش في خلال 40 يوم او شهرين. فهتلاقي ان انت ايه بتتكلم ان الدنيا ثابته في سعر الصرف، يمكن ايه الجنيه بيقوى قدام الدولار خلال الفتره ديت. وده معناه ايه؟ ده معناه ان هنلاقي ان في تدفقات نقديه او في فلوس بالدولار داخله الاقتصاد المصري، او زي ما بيقولوا كده الاقتصاديين ايه، في تحسن التدفقات النقديه والثقه ايه في الاقتصاد المصري. وده مستوى مريح يقدر يعزز لقدره الاقتصاد المصري ان هو ايه، يعني الشركات اللي هي بتصدر لما تيجي تطلب دولار تلاقي، فده كده حاجه ايه، حاجه كويسه. حتى كان بيقول لك كده ايه، جينا من فتره كده من حوالي اسبوعين لنا ايه، قال لك حصل نفوق للفراخ وسعر الفراخ هيغلى، وساعتها وزير الزراعه دخل مع عمرو اديب وقال له لا انا ما فيش حاجه عن الاخبار ديت، وان المفروض الاسعار تنزل عن كده لان التجار مزودين اسعار. لان هو بيقول لك دلوقتي الاعلاف مثلا البنك المركزي بيفرج عنها باستمرار، يعني بيوفر دولار وبيفرج عنها، فانت النهارده كل طلباتهم مجابه. طب انت ليه النهارده معلي السعر؟ ونيجي بقى معانا ايه للنشاط الاقتصادي. هنلاقي النشاط الاقتصادي خلال الفتره اللي فاتت يعني حصل فيه تحسن من امتى؟ من اول النص الثاني من 2024، لكن النص الاولاني بتاع 2024 او 2023 كان طبعا ايه، يعني في يعني تباطؤ كبير او في يعني في بطء في النمو بتاع الاقتصاد المصري. بس هنلاقي ان البيانات بتاعت القطاع الخاص اللي هو ايه غير النفطي هنلاقيها ايه مش كويسه خالص. هنلاقيها يعني ما عدتش ال 48 نقطه او ال 48%، وده رقم قليل. هي المفروض لو هي فوق ال 50% معناها ان ايه، ان الدنيا تمام. لو تحت ال 50% يبقى كده في انكماش. فهو دلوقتي الحالي في انكماش، وده يشجع البنك المركزي المصري ان هو يقلل الفايده اكتر عشان خاطر يزود النمو. خاصه المستثمرين متضايقين طبعا ان ايه، ان الفايده عاليه، فهم عايزين ياخدوا فلوس من البنك بسعر فايده قليل علشان لما يجي يرجع الفلوس بتاعته يرجعها بسعر يعني فايده كويسه، يبقى هو عنده هامش ربح عرف يشتغل بيه، وفي نفس الوقت ايه عرف يرجع بالفايده. انما لما تيجي تقول لي فايده 30% خلاص لازم اكسب 40% عشان ايه اما ارجعك 30% واكسب انا 10. خلاصه القول توقعي ان البنك المركزي المصري هينزل الفايده من 1 ل 2% في الاجتماع بتاع 22/5. ليه؟ لان التضخم في ابريل جه احسن من المتوقع، وسعر الصرف حصل فيه تعافي. هنلاقي ان حصل فيه تراجع في اسعار السلع العالميه. مؤشر مدير المشتريات اللي احنا لسه متكلمين عليه من شويه
في قل او وصل 48%، وده ايه في انكماش. وعلى حسب بيانات البنك المركزي الاخيره قال لك ان التضخم هينزل في 2025 و2026. يمكن 2026 هيبقى التضخم هيبقى بينزل بطريقه بسيطه عن اللي بيحصل دلوقتي. ليه؟ لان طبعا ايه هو مربوط بسنه الاساس او السنه الاساسيه. السنه الاساسيه انت عندك ده تضخم كويس، فالنهارده لما يجي السنه الجايه يقل عن كده يعني هيقل بحاجات ايه بسيطه، هيبقى مستويات مثلا 9% و8%. وعامل مهم جدا 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 ويمكن ده اللي بيبصوا عليه خفض تكلفه الدين العام. بمعنى كل 1% بيزيد بيكلف الدوله اكتر من 60 مليار مليار جنيه. ده فوائد ديون، مش اصل دين، فوائد ديون. فانت النهارده كل بقى تخيل اعكاسها بقى لما البنك المركزي ينزل الفايده. هو المره اللي فاتت نزلها 2.4%، لما يجي ينزلها مثلا الاجتماع ده 1% او 2%، شوفوا هو وفر كام من تكلفه الدين العام. فده معناه ان هو برده ده توجه ان هو يقوي الاقتصاد وفي نفس الوقت يقلل يقلل الفوائد. دي كده كانت كل التفاصيل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتسالنا، احنا ان شاء الله بنجاوب على الاسئله. واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.